السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقول لكم تكلفة المحمية لحد دلوقتي قد ايه، وهقول لكم بالتفصيل صرفنا كام على تجهيز المكان وعلى الطيور اللي موجودة فيه، وده بناء على طلب ناس كتير جدا في التعليقات. فتابع معايا عشان لو حابب تعمل محمية زي دي عندك في البيت تبقى عارف هتكلف عليك كام. أول حاجة هي تجهيز المكان، وهنبدأ نتكلم عن تكلفة المراين والسلك اللي قدامكم في الواجهة دول، وبعدين هندخل ونتكلم عن الخشب اللي قفلنا بيه السقف كمان. فيلا بينا ندخل ونوريكم كل حاجة على الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم على تكلفة الخشب كله مرة واحدة لأن ده بند لوحده. فالخشب اللي في السقف ده والواجهة الخشب بالسلك كلها كلفت 2000 جنيه بالمصنعية، ده غير العروق اللي في السقف لأنها كانت موجودة من الأول. فلو ما عندكش عروق ممكن تشوف سعرها عامل كام وتضيف تمنها عليهم. تاني حاجة بالنسبة للشجر، فدول ممكن تلاقيهم في أي أرض زراعية مكسورين وناشفين على جنب كده، هتجيب العدد المناسب ليك ويكون شكله حلو. أما بالنسبة للبلاص فالواحد ب60 جنيه، وطبعا احنا ضفنا 2 للمكان. وبالنسبة للرمل فزي ما شفتوا في فيديو التجهيز ما أخدناش غير 3 أو 4 جرادل وكانوا موجودين برضو. والله يا جماعة وشكم حلو علينا، وأنا بصور لكم الفيديو دلوقتي اتفاجئت بوجود دي. وللي ما يعرفش ايه دي، فدي بيضة سمان. لقيت واحدة قدام البلاص الأول، وفي واحدة تانية اهي قصاد البلاص التاني. والحمد لله يكون كده المحمية بدأ يكون فيها إنتاج، وربنا يا رب يملاها بركة وخير دايما. نيجي بقى لأسعار العشوش. بالنسبة للعش الفخار اللي موجود قدامكم ده، فالعش الواحد كان ب20 جنيه، وعش الكوكتيل الخشب كان العش الواحد ب50 جنيه. أما بقى بالنسبة لعش الأسترالي الصغير اللي قدامكم ده، فالعش الواحد كان ب30 جنيه. نيجي بقى للمستلزمات بتاع الطيور، فالأكالة اللي موجودة قدامكم دي احنا جايبين 4، الواحدة كانت ب10 جنيه. بالنسبة للسقايات فالسقاية من دي كانت ب10 جنيه. أما بالنسبة لمساكة السيبيا اللي موجودة قدامكم دي، فالواحدة كانت ب7 جنيه ونص، يعني الاتنين ب15. وعظم السيبيا كان الطبق ب25 جنيه. ندخل بقى على أسعار الطيور. اليمام الإمري اللي قدامكم ده الجوز كان عامل 200 جنيه، ولكن احنا جبناه من واحد صاحبنا فحسب لنا الجوز ب140 جنيه. أما بالنسبة لأسعار العصافير الأسترالي فدول إجواز أول شغل، الجوز كان عامل 250 جنيه، جبنا الجوز الواحد ب220 جنيه. وطبعا دول تركيبات ريمبو وريمبوهات، فالمفروض السعر يكون أغلى من كده، ولكن احنا جبناهم أرخص من السعر العادي. بالنسبة للجوز الكوكتيل فاللاتيني كنا جايبينه الجوز ب750 جنيه، والحبشي كنا جايبينه ب500 جنيه. وطبعا دي عصفورة بلدي مسكناها فدخلناها للمحمية برضو. بالنسبة للزبرة الجوز كان ب200 جنيه. أما بالنسبة للكناري الجوز كان ب800 جنيه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، ألوانه غاية في الجمال وصوته تحفة. أما بالنسبة للسمان فالجوز كان عامل 100 جنيه، وما شاء الله كبار وشغالين، وزي ما شفتوا أول حاجة باضت في المكان، وده البيض بتاعهم قدامكم اهو. بالنسبة بقى للحمام الهزاز فطبعا احنا ما كناش نفهم في الحمام قوي، وجبنا الجوز ده ب500 جنيه، ولكن اللهم بارك يعني مستواه حلو جدا زي ما انتم شايفين قدامكم كده. واخيرا الدرة الهندي الجوز الشباب ب3000 جنيه. طبعا الأسعار دي بتختلف من محافظة للتانية، وبتختلف على حسب الحاجة دي شغالة ولا لأ، ومستوياتها وطفراتها، وكمان بيكون ليك حرية الاختيار في الأنواع اللي حابب تدخلها عندك وعدد كل نوع وشكله. ندخل بقى على تكلفة اللمسة الجمالية اللي ضافت للمكان روح وحياة. تكلفة الزرع اللي دخل المكان بالنسبة للقصرية الصغيرة فكانت ب10 جنيه، أما بالنسبة للقصرية الكبيرة فكانت ب15 جنيه. وبتكون كل قصرية بالزرعاية اللي فيها سواء كان حجمها كبير أو صغير.
اما بالنسبة للصخر الرملي اللي قدامكم ده فده كنا جايبينه من الجبل، يعني مكلفش علينا اي حاجة. وبالنسبة للمسة الأخيرة اللي عطت للمكان الشكل الأبيض الجميل ده، فاحنا جبنا علبة دهان ورولة. الرولة كانت ب35 جنيه، وعلبة الدهان كانت ب170 جنيه، وكفت المكان كله وفاض نصها كمان. وطبعا بالنسبة لخطوات تجهيز المكان فاحنا مصورينها فيديو ليكم من أول ما بدأنا من الصفر لحد ما وصلنا للشكل النهائي اللي قدامكم ده، فتقدروا تراجعوا الفيديوهات دي عشان تعملوا حاجة زيها عندكم في البيت. ودلوقتي هاخدكم للجنب التاني من السطح، هوريكم حاجة مختلفة خالص وهاخد رأيكم فيها. يلا بينا وتابعوا معايا للآخر. وطبعا ده الجزء الخاص بالأرانب، وعبد الله عامله زي الملاهي بحيث يلعبوا ويتنططوا فيه ونفسيتهم تكون أحسن حاجة. ولو حابين نتكلم عنه ونصور فيه فيديو لوحده ونشوف الأرنب عايش فيه ازاي اكتبولي في التعليقات. ودلوقتي يلا بينا نشوف المفاجأة الأخيرة. مكان مستقل بذاته متقسم ل3 غرف، ممكن نستغله ونخليه عبارة عن 3 محميات مصغرة، كل محمية عبارة عن نظام بيئي لوحده، ونخلي شكلها مختلف، وحتى الطيور والحيوانات اللي هتكون فيه هتكون مختلفة عن المحمية اللي بره. لو عجبكم الموضوع ده قولولي رأيكم ايه ونبدأ فيه ولا لأ، عشان كل حاجة هنعملها هتكون بناء على طلبكم انتوا. مستني رأيكم في التعليقات عشان متحمس جدا للمكان ده ومتأكد انه هيكون اجمل مليون مرة من المكان اللي بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.